نحنا الثورة والغضب، نحنا أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. فجر اللي طالع نحنا والسيف القاطع، نحنا فجر اللي طالع نحنا والسيف القاطع، نحنا قلوب الناس انطرحنا، نحنا فرح الأطفال. نحنا الثورة والغضب، نحنا أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى أهلنا بدوز وجهة نفزاوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر لكم لعدم تواجدي بينكم وفي الصف الأمامي للدفاع عن حوزتكم والذود عن شرف الأهل، كل الأهل في نفزاوة. نعرف جيدا يا أهلنا لما انتخبتمونا، لا لمنصب ولا لجاه ولا لمال. انتخبتمونا للدفاع عن حقوقكم في العيش الكريم والأمن من العدى. يشهد الله يا أهلنا أننا ما قصرنا، وعذري أنا في هذه الأحداث الأخيرة بالذات أني مريض وانتظر إجراء عملية جراحية أريد أن نستعجلها حتى ألتحق بكم في المطالبة بحقوقكم مشروعا، والتي طلبت بها من تحت قبة البرلمان. طالبنا بحقنا في التنمية، حقنا في التمييز الإيجابي في البرامج الفلاحية. طلبنا بمشاريع كبرى واعدة مثل مشروع الطاقة الشمسية، والتي تصر بعض الأطراف عن تحريمنا منها، وقد عبر السيد ياسين إبراهيم عن صدمته واعتبرها دعاية سياسية مدافعا عن إنجاز هذا المشروع في ولاية أخرى. يا أهلنا، حقنا في نسبة محترمة من عوائد البترول والغاز حق ثابت أقرته الأمم المتحدة على كل الشركات البترولية والمستخرجة للغاز. هذا الحق يا أهلنا ليس هو عدد من الحقائب المدرسية أو خروف العيد أو تجهيز سور المدرسة. لقد ضحكوا علينا كثيرا، وهنا أحمل المسؤولية الأولى للدولة والسلطة السياسية. مطلبنا يا أهلنا من هذه الشركات: أولا، تعميم النور الكهربائي على كل قرى الجنوب باستعمال الطاقة الشمسية. ثانيا، حفر آبار عميقة للفلاحين في ولاية قبلي. ثالثا، المساهمة في إنجاز مشاريع لأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل. رابعا، إنجاز وتعبيد الطرقات بين كل القرى في الولاية. خامسا، تجهيز المستشفيات والمعاهد والمدارس. سادسا، المساهمة في تكوين شبابنا في الاختصاصات التي تطلبها هذه الشركات. سابعا، الأولوية في التشغيل لأبناء الجهة. هذه المطالب يا أهلنا، هذه المطالب وحسب العارفين تكلفة يوم ممن نهبوه من خيرات جهتنا منذ 20 عاما أو يزيد، ونحن صابرون على الحرمان والتهميش بجهلنا وتواطؤ سياسيين. حق لكم ألا تسكتوا. بعد الآن نطالب بحقوقنا وبإصرار، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق أهدافنا كلها، وما ضاع حق وراءه طالب. ندائي إلى الشباب المتحمس في ربوع الفزاوة من رجيم معتوق العطشانة إلى قرية فطناصة التي يراد لها أن تقبل التنصيب وكأننا لم نتحرر من إملاءات الحزب الواحد، مرورا بالفوار الصامدة إلى دوز الأبية وجمنا، إلى قبلي وسعيدان، مرورا بالإمارس ورضوان، إلى طنبار وسوق لحد، مرورا بالجديدة والمنصورة والرابطة وتنبيب، إلى أم الصمعة والزاوية والزوية وبشري وكلوامل والجرسين والصابرية وزعفران والويل، إلى شباب غريب وغليس القدارة. يا شباب، أنت مستقبل هذه الأمة، ظلمت وحوصرت بالتجهيل والحرمان ومحاولات التمييع ودفعك إلى الملاهي والفساد والإفساد.
حتى لا تقف أمام الفاسدين ومصاصي خيرات بلادك. فحذاري حذاري أن تقع في فخ الجهوية والنعرات التي تفرق ولا تجمع. حذاري أن يزج بك في حرق أو إتلاف مؤسسات بنيت لصالحك وبنيت من أموال المجموعة الوطنية. ندائي إلى أهلنا في كل جهة نفساهم، إن مصابنا واحد، إن مصابنا واحد ومخرجنا واحد، ولا بد من حكماء هذه الجهات أن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية بلدنا، في حماية بلدنا الغالي من الفاسدين والمفسدين ومن يتربصون بنا وبوطننا شرا. رسالتي إلى السيد وزير الداخلية: يا سيادة القاضي، وأكلمك بصفتك الرسمية ومن مسؤوليتي النيابية، أقول لك: القاضي قاضيان، قاضي في الجنة وقاضي في النار. لقد وقعت انتهاكات كبيرة على أهلنا في دوز وقبلها في الفوار وسوق لحد. لقد وقعت تجاوزات أخلاقية ومهنية ظننا أننا بالثورة المباركة قد قبرناها. سيدي وزير الداخلية، أن يتعرى رجل أمن أمام شيوخ خرجوا من المسجد يوم الجمعة قاصدين مركز الحرس لتطويق احتكاك وقع بين الشباب وعوان حصف الفوار يعتبر في عرف أهل الجنوب إهانة ما بعد إهانة. سيدي الوزير، ما فعله رجال الأمن لما عبروا طريق في جمنة يعد تعديا على القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، حينما أمطروا الجالسين على الطريق وحتى في المقاهي بعبوات غازات الخانقة مما ترك جرحى أحدها على مستوى الرأس. سيدي الوزير، أن يصفع شاب ميكانيكي لأن يداه فيهما السواد، أن يصفع في مقهى وهو يحتسي قهوته ويسمع من عون الأمن أخذ عن نعوت له هو لأمه وفصيلته أمام مرأة ومسمع من المتواجدين في المقهى، أليس هذا تعد على أبسط حقوق الإنسان واستفزاز للجميع؟ لماذا هذا الإفراط في استعمال القوة والصلاحيات؟ سيدي الوزير القاضي، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟ سيادة الوزير، كلنا نغار على هذا الوطن، وأهل الجنوب من أغير الناس على وطنهم. لقد صبروا كثيرا على التهميش والحجرة، وكل ما أوجدوه من حولهم هو من عرقهم وكد يمينهم، ولم يكلفوا دولتهم العناء الكثير. أن يسبوا أو يهانوا ويقبلوا هذا عهد قد ولى، وأظن أنكم لا تقبلون بهذا، وأطالب يا سيادة الوزير بالتحقيق مع من ارتكب كل هذه التجاوزات، وأن تشارك في هذا التحقيق لجنة برلمانية. من حقنا يا سيادة الوزير أن نطالب حكومتنا بالشفافية في كل شيء، خاصة ملف البترول والغاز، ونطالب بالمساواة في التشغيل والعدالة في توزيع الثروة. رسالتي إلى صاحبة الجلالة وسائل الإعلام، وخاصة ما يعرف بالوطنية واحد: ولقد اتصلت ليلة الجمعة وطلبت حقي في المشاركة في برنامج شكرا على الحضور، لأبين للمشاهدين بعضا من حقيقة الأحداث في دوز، وعرفت بصفتي كنائب عن الجهة ومتابعا للأحداث لحظة بلحظة، ولكن لم يتعاملوا بحادية ولم أمكن من الحديث. يا صاحبة الجلالة، إن رفع فزاعة الإرهاب على أهلنا بالجنوب، وأن تقوم وسائل الإعلام بتدليس الحقائق على شاكلة من أن الإرهابيين من الدواعش وغيرهم هم الذين يقودون المظاهرات، هذا هو عين الإرهاب. أن يخرج الشباب بطريقة سلمية يطالب بالشفافية وحقه في جزء من خيرات بلاده، فينعت بالإرهاب والعمالة أو التوظيف السياسي، أقل ما يقال فيه إن أحسننا الظن
فنقول هذا قصور إعلامي مريع. يا صاحبة الجلالة، من نظف الشوارع بعد أن هدت النفوس أليست سواعد أولئك الشباب الذين لم ولن يقبلوا الإهانة والتعدي؟ والتاريخ البعيد والقريب لكم ولغيركم عبرة. يا أهلنا، المطالبة بحل الدوسي هو حق دستوري مشروع، ولا أحد يمكنه الوقوف أمامكم، لا التخوين ولا التخويف ولا التزييف. ثم السؤال: لماذا هم خائفون من هذا المطلب؟ يا أهلنا، من حبكم للوطن المطالبة بكشف المفسدين، من حبكم للوطن حمايتهم من المتاجرين، من حبكم للوطن صونهم من المتآمرين. أخيرا يا أهلنا، الحق يعلو ولا يعلى عليه، وما دمنا عن الحق فالله معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم النائب محمد علي. نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع، نحن فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع، نحن قلوب الناس انطرحنا، نحن فرح الأطفال. الثورة والغضب نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. رح ننسى الأيام الصعبة يا هالناس المنسين، كنا طول سنين الغربة بوطننا منفين. رح ننسى الأيام الصعبة يا هالناس المنسين، كنا طول سنين الغربة بوطننا منفين. شوفي يا هالحرية دموع الفرح المنسين،